السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم النهاردة معايا في حلقة جديدة. تعالوا بينا النهاردة نعمل مع بعض طريقة عمل الكرواسون بطريقة سهلة وبسيطة. بدل ما تشتريه من بره هتجهزيه في البيت لأولادك بكل نظافة. معايا البولة اللي قدام حضراتكم، ضفت فيها 3 معالق من الدقيق، معلقة من السكر، معلقة ونص من الخميرة الفورية، وضفت عليها كوباية من الحليب الدافي زي دمعة العين بالظبط. ضفت دقيق مع الخميرة والسكر علشان أنا عايزة أعمل تخميرة حلوة جدًا لكيلو الدقيق عندي. كده خلاص بعد ما الخميرة اختمرت باللبن والدقيق، هاضيف معايا بياض بيضة واحدة، وكمان معايا كوباية إلا ربع من الزيت. بالنسبة لكيلو الدقيق اللي أنا خدت منه 3 معالق، رشيت عليه يا جماعة رشة من الملح، وكمان ضايفة ربع كوباية من السكر. هابدأ أقلب كل المكونات اللي حضراتكم شايفينها بقى، وهنزل معايا بالمية الدافية زي دمعة العين شوية شوية علشان خاطر طبعا أعجن. هتشوفي انتي بقى ملمس العجينة تحت ايديكي عاملة ازاي. الكرواسون من المعجنات الهايلة جدا، تقدري تعمليها لأولادك في اللانش بوكس، تقدري تعمليها عشوائية حلوة كده جنب كوباية شاي بلبن. حقيقي جميلة جدا. هنا خلاص بعد ما لميت العجينة بتاعتي وعجنتها لمدة 10 دقايق، فردتها وضفت عليها معلقتين كبار من الزبدة الصفراء الطرية بدرجة حرارة المطبخ. هبدأ بقى أعجن كويس لغاية لما ملمس العجينة يكون تحت ايديا طري كده وناعم زي القطن بالظبط. هسيبها تختمر. طبعا احنا دلوقتي في فترة الشتاء، التخمير بيبقى صعب. بعمل ايه بقى؟ بولع الفرن عندي لدرجة حرارة 180 يسخن، اطفيه، وبعد كده البولة اللي قدام حضراتكم بحطها جوه صينية ستانلس وبدخلها الفرن متغطية، وبتخمر بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه. معايا صينية تانية، هبدأ بقى أعمل العجينة بتاعتي على هيئة كور. هتشوفي بقى الكيلو هيطلع لك قد إيه حسب التقسيمة اللي انت عايزاها. ممكن طبعا تعملي حجم الكور دي أصغر من كده اللي يريحك. هسيبها ترتاح بس دقيقتين 3، وهنشوف بعد كده احنا هنشتغل ازاي. هبدأ بقى بعد خلاص ما غطيت العجينة بتاعتي، هشتغل في أول قطعة أنا قطعتها. هفرد بقى كده عندي بالنشابة أو الكورة من العجينة، وبعد كده هبدأ أدهن كل طبقة بالزبدة الطرية، واحطهم كده طبقات فوق بعض بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. طبعا مش هي دي كمية الزبدة بس، لو خلصت طبعا هستعمل تاني. هما برضو معلقتين، يعني الوصفة كلها أخدت معايا بتاع 3 معالق أو 3 معالق ونص من الزبدة الصفراء الطرية. قسمت الكمية عندي على طبقين ونسيبها ترتاح شوية. ممكن تدخليها التلاجة تبدأ الزبدة تتماسك، وبعد كده هتضيفي أول قطعة عجين اللي في أول طبق، وهبدأ أفردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. افردي بقى السمك اللي انت عايزاه، هتلاقي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك الطبقات كده اتساوت بقت قطعة واحدة. وهتبدأي ان انتي تقطعي بالسكينة او تقطعي بقطعة البيتزا اللي يريحك. في البداية هنقطع كده زي علامة الزائد، وبعد كده هنبدأ نقطع كل قطعة لمثلثين أو 3 مثلثات حسب ما انت عايزة. أنا هنا عايزة أوريكم التوريقات بتاعة العجينة، متهيألي هي باينة اهي قدامكم لما بقطع. بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا، طريقة سهلة وبسيطة. هتقدري تعملي منها الكرواسون حتى لو كل يومين هتعملي كيلو، هيبقى متوفر عندك كمية محترمة بقى كده في الفريزر. احشيها بأي حشوة، سواء حشوات حلوة سواء جبن، اللي يريحك اشتغلي بيه. بدأت طبعا المثلث الكبير أقطعه كده بالنص، وهبدأ أضيف عندي العجوة، وهفرد كده المثلث بتاعي، وهضيف قطع العجوة بتاعتي أنا مقطعاها زي صوابع كده، وهبدأ أقفل وهلف زي ما حضراتكم شايفين الشكل المعتاد بتاع الكرواسون. وده أول صينية عندي، هجهز كل الكمية وهوريها لكم حالا. طبعا تقدري تكبري قطعة الكرواسون أو تعملي ميني كرواسون برضو براحتك. أنا عملت الحجم عندي كله وسط، لأن طبعا لسه حجمه هيزيد. هغطي الكمية اللي عندي، وبعد ما تختمر لمدة 10 دقايق جبت معايا صفار بضاية، وكمان معلقتين من الحليب، ومعاهم رشة كده من النسكافيه أو كيس فانيليا، وهدهن الوش عندي. أنا النهاردة يا جماعة عاملاه سادة من فوق، لا رشة بقى لحبة بركة ولا سمسم. الإضافات دي لو متوفرة عندك اقدري تضيفيها عادي، مفيش مشاكل. هدخل الفرن الصواني عندي على درجة حرارة 180
ما بيكملش في الفرن يعني 7 دقايق 6 دقايق بالكتير، هتلاقيه بسم الله ما شاء الله، وهتشمي ريحته جنان. دي الكمية اللي طلعت لي من كيلو دقيق. وخلي بالكو انا النهاردة عاملة حجم الكرواسون عندي كبير مش صغير، انتي تقدري كمان يطلع لك كمية اكبر من اللي انا طلعتها. بسم الله ما شاء الله، التسوية حلوة قوي، لونه يجنن، طري وهش زي القطن، والطعم مش قادرة اوصف لكم جماله. بالنسبة بقى للحشوات، ممكن تحشي نوتيلا، ممكن تحشي عجوة زي ما انا حشيتها، ممكن تحشي مربى، حلاوة طحينية، اي نوع من الجبن اولادك بيفضلوه، لانشون، بسطرمة، جبنة بيضة، جبنة اسطنبولي، اي حاجة اولادك بيفضلوها اعملي الوصفة دي وان شاء الله هتدعيلي من قلبك، هتنفعك وتغيير طبعا عن المعتاد السندوتشات اللي احنا بنعملها كل يوم. جربي الوصفة دي وان شاء الله هتعجبك جدا. في حاجة كمان عايزة اقولها لك، لو عملتي كمية وعايزة تفرزيها، استني لما تبرد خالص خالص، وبعد كده ابدأي احتفظي بيها في الأكياس. ولما تطلعيها هتطلعيها على طول على الرخامة قبل أولادك ما يلبسوا، هتلاقيها فكت وبقت زي الفل. أنا هنا فتحت لكم واحدة، شايفين يا جماعة عاملة ازاي؟ هشة وطرية، ولون العجينة من جوه أبيض، وبسم الله ما شاء الله ممتازة. هستنى تعليقاتكم، هستنى تجربوها، واشوفكم على خير في رعاية الله.